غسان وعروس الحلوة هيفا. لك ابو فؤاد، ليش ما بتاخذ هالصبي جميل معك على المطبع؟ انا ما عندي مانع يتعلم الصبي 7 احرف، على القليله بالجمعه لا 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 ابو فؤاد، لا، انا ابني ما بيشتغل. لك الصبي ذكي ما شاء الله حوله، حرام يبقى هيك يا ام ابراهيم. ام فؤاد، شادي وجميل لازم يكفوا علمهم، بس بدي طريقه اقدر لاقيها للحقهم بشي مدرسه. محلوله يا ام ابراهيم، محلوله. جارنا الاستاذ موفق مهجر مثلنا، من ضيعه حد سور، وهو عم يشتغل معلم بمدرسه تكميليه. هلا رح شوفه واحكي معه ونتفاهم انا وياه. الله يخلي لك اولادك يا ابو فؤاد. يلا شباب. حبيبي ليه عم تبكي؟ ما بعرف شو صار لي. هيدا منه مهم. كيف منه مهم هيفا؟ هيدا أهم شيء. هيدي رجوليتي، حقك الشرعي. حقي أخدته. وجودنا نحن الاثنين تحت سقف واحد ببيت واحد بكفيني حبيبي. فكرتيني أجدب هيفا. أنت حبيبي وجوزي هلأ غسان. جوزك؟ جوزك العاجز عن غسان روق روق حبيبي بترجيك. نحن وين هسه؟ نحن 20 كيلو نقطع عين السعد. اوه توف توف، كويس كويس. صرنا ساعتين ناطرين. على الله. إذا تأخروا رح ننطر. وإذا ما إجوا؟ أمير معلومات الجماعة أكيد، كل يوم خميس بيجي من نهاريا. رجع على مركزك وانطر. عمي شو بك طاير؟ لوين اخذني بهالساعة؟ فريد ما قادر نام، بدي احكي معك. عبد عندي بكره نزله بكير على بيروت. نشرب قهوة بالمكتب. ليك الطقس بلش يبرد، يمكن شتت، خلينا نفل كل واحد على بيته. ضروري احكيك، ضروري اخذ رايك بموضوع كثير مهم. شفت؟ شتت.
لطيف الطف يا رب. روق يا بابا روق. يا عمي وين بعده هالصبي لحد هلا؟ فريد منه ولد صغير. يا بنتي يا حبيبتي منك سامعه، الرصاص والقذيف ما بتفرق لا بين صغير ولا بين كبير. طيب اقعدوا روق. نلتقى بعدين. الهيئة في شيء. يلا كل واحد يفل على بيته. لوين من هون؟ رح اختصر الطريق. أنا لبناني من الضيعة. فريد ما تخاف خيي. عجل على البيت بسرعة. يلا. طيب يلا. طيب. قال لي فريد أكيد هذا واحد من الضيعة. لك يا ابني وين بعدك لهلا؟ ما قلت لك ما بينخاف على فريد؟ يا بيي حوالين الضيعة والطرقات مثل جهنم. الهيئة في شي كبير. أكيد شي عملية كبيرة. تسلم ايدين الشباب. إيه تسلم إيدين الشباب، والإسرائيليين بيلعنوا سنسفيرنا نحن.
يمكن تكون العملية برات الضيعة. بس اللي نفذوها جوات الضيعة بيي. جوات الضيعة؟ وكيف عرفت؟ شفت واحد منهم. شفته؟ بقصد شفته بعيونك؟ لكن شفته بإجري، شفته مثل ما أنا شايفكم هلأ وحكاني. حكاية؟ يعني عرفته؟ هو اللي عرفني، كان ملتن. فإذا من ضيعتنا. أكيد بابا. واللي خواتني أكتر إنه عيط لي باسمي. باسمك؟ صوته منه غريب عني، كأني سامعه كتير بس مش عم بقدر أتذكر. إذا عرفوا الإسرائيلية إنه هالشاب من ضيعتنا رح يخوتوا علينا. ما رح يصير أكتر من اللي صار يا بابا. خليهم يعرفوا إنه هالأرض منا سايبة وإلها أصحابها، وإنه أصحابها ما رح يسكتوا على الاحتلال والذل والظلم. إيه برافو أختي، إنه هيدا اللي قدرت عليه. هيدي الحقيقة يا بابا، ومش لازم نسكت على هالاحتلال. يا بيي يا عيوني، المقاومة مش هيك. لكن كيف المقاومة فريد؟ نعلق يافطات ترحيب بالمحتل اللي دمر بيوتنا وهجر أهلها وقتل ونهب واعتقل؟ وطي صوتك يا بابا، يمكن يكونوا قراب ويسمعونا. ما بقى يهمني. يا بيي يا اختي يا عمي، يعني افهموني، هيدا كله ما راح يأثر بإسرائيل. بس المقاومة رح تهزهم. غلط، هيدا ما راح يأثر فيهم، بالعكس هيدا راح يزيدوا جنون وشراسة وقتل وتدمير، يعني نتائجه علينا أكبر من نتائجه عليهم ب1000 مرة. بالعكس خيي، هيدا عم يزرع الفزع بقلوبهم وعم بذكرهم دايما انه نحن اصحاب الارض وهن المغتصبين. ورغم كل السلاح اللي معهم نحن مش خايفين، هن اللي خايفين، لانه الخوف بحد ذاته سلاح اقوى من اي سلاح. مثل كأنه في حدا على السطح ناولين سكين كبير يعني. لا بيي، أنا اللي رح أطلع. ما تخاف فريد، أنا محمود. لك يا مرة شو عم تعملي قبل هالضل؟ مثل ما انك شايف عم جهز ترويقه للعرسان. هلا؟ ما خصك فيي، بدي اعمل لهم ترويقه تحكي العالم عنا. روح كفي نومك. لك يا مرة كيف بدي نام بهالضجة؟ برا وجوا. تعودنا على هيك يا ابو هيفا. بس هالمرة قوية يا مرة، الله يستر. يدلي على حظك يا بنتي، حتى بليلة عرسها ما تهني. اكيد بيكونوا انخوتوا من صوت القذايف ورصاص. لشو اشبه حظها؟ مانو الحمد لله مثل الفل، ومثل ما سمعنا انه هيدي اكبر عملية بيقوموا فيها الشباب من يوم الاحتلال. لوين رايح؟ رايح اتوضى، بدي اتسهل على الجامع وصلي صلاة الفجر. من كل عقلك؟ في حدا بيظهر من بيته بهيك ظروف وبهالشتي؟ يعني هيك رأيك؟ معلوم. فوت اتوضى وصلي بالبيت ورجع كفي نومك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك يا فريد عود، خيلتني. حدا كان يتصور انه محمود ابن خالتي بالمقاومة؟ محمود كل عمره قبضاي ورجال. فإذا هو اللي ضربت فيه وأنا راجع وعرفني وأنا ما عرفته لأنه كان ملتن. مش أنا اللي ضربت فيك فريد. لهون لحدي يا بطل. هيدا أكيد واحد من رفقاتي اللي كانوا معي بالعملية. شو اسمه؟ مين ما كان يكون، شو بهمك أنت؟ ما بيهمني بيي، بس بقصد إنه أكيد هو من الضيعة لأنه عرفني. ليش شغل بالك بهالموضوع فريد؟ مين ما كان يكون؟ الحق مع نور، المهم انه بضيعتنا في شباب وطنيين وابطال. أعاوركم. وين خبيت ثيابي اللي جيت فيها؟ ما تخاف، خبيتهم بمطرح ما حدا بيعرفه غيري أنا. الافضل نحرقهم ونتخلص منهم. وبركي فتشوا كل البيوت. محتمل. لو اجى شارون بذاته لهون ما رح يعرف وين. تفضل بابا. لا، البطل قبل الكل. خلي لي اياك ابو فريد. والسلاح اللي كان معك وينه؟ شراب القهوة ونساه خيي. ناخون جنرال،
עכשיו אני בא. תהיה בריא بأبو موسى. اكيد خوتانين على ابو موسى. موتة أبو موسى خسارة كتير كبيرة لألهن ولألنا وديع. على كل حال الشباب ناطرين برا وجاهزين. كتير منيح. خود الشباب ونزل فيهم على ضيعة عين الصقر. عين الصقر؟ عين الصقر. مقشطوها شارع وشارع وزاروب زاروب، ندسوا بين الناس، فوتوا على البساتين واسلكوا الطرقات اللي بتعرفوها واللي ما بتعرفوها. يعني مزبوط مثل ما قالوا لي، الدبابات محاصرة عين الصقر حصار محكم. المخابرات الإسرائيلية بتأكد إنه اللي نفذوا العملية بعده موجودين داخل ضيعة عين الصقر. على كل حال ما حنطول عنك مشان. كل الطرقات مسكرة وما حدا رح يفوت ولا رح يظهر من عين الصقر. كتير منيح. أنا هلا في عندي اجتماع كتير مهم مع قادة كتير كبار. برجع بشوفك. اوكي. هيدا البيت بنيناه أنا وأبوك حجر حجر، سنين من عمرنا ضاعت لحتى بنيناه، ليالي طويلة سهرناها لحتى نأمن لكم مكان تعيشوا فيه. حتى بويا الحيطان أبوك كان يدهن حيط وأنا أدهن حيط. الله يرحمك يا محمد بركات. شو خوته؟ هيك الهيئة يا ابني. الظاهر هالمسؤول اللي قتلوه الشباب مهم كثير. بس ان شاء الله ما يكون قصف عشوائي. والله هيك الهيئة يا عروس. عروس؟ على كل حال الله يجعل ايامكم كلها توفيق وهنا. تسلم عمي. الله يستر. الظاهر القصف عشوائي. وكريتوا الله يهدهم، ما عادت اعصابنا تتحمل شيء. بدي اعرف ليش جبنا بابا لهون. بيك معمر هالبيت وبيعرف المكان المناسب. زربنا هون وما بعرف وين راح. سالم يا سالم يا سالم. شو في يا مرة شو في؟ قاعد برا لحالك مش خايف؟ ما حدا دخلوا فيه، المهم انتو ما حدا يظهر من هون. شو هذا؟ سلامتك ابو ماهر. كان المفروض تنزل اليوم مع فريد على بيروت لتشوف جوزها. بهالاحوال ما حدا بيظهر من بيته. الله يستر من دمه الضيعة ويعقله الشباب. كيف بدي اخبر رجب انه سمحوا له يرجع على الضيعه؟ بكره بتروق الاحوال. ما راح تضلها هيك اكيد.
رجعوا لهون للحبسة للدمار ولا يرجعوا يعتقلوه؟ رجب ما بيقدر يسكت على شيء غلط وبتعرفوه قد ايه متحمس للمقاومة. كيف بدي اطلب منه يترك بيروت ويجي لهون لهالاوضاع؟ يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. شو بكون يا جماعة؟ طولوا بالكم، بكره بتروق الاحوال، بينهدوا ان شاء الله وبينتهي كل شيء. لا بلش كل شيء يا أمه. شو بدنا نعمل بمحمود هلا؟ يتخبى وبلكي فتشوا كمشوه. هيدا الخوف. خلوني اظهر برات البيت. لوين؟ اتخبى بشي مطرح حتى ما حملكم المسؤوليه. شو جنات؟ محمود وين بدك تتخبى؟ ما الاسرائيليه وجيش العملاء متلقين الضيعه. خليك هون واللي بده يصير يصير. لا عمي ابو فريد، اذا كمشوني هون الله وحده بيعرف شو بيصير فيكم. اذا كمشوني برا وحدي انا بتحمل المسؤوليه. لا لا محمود. شو بكي نور؟ اللي عم يحكيه محمود ابن خالتي، عين العقل. عين العقل انه الكل يتحمل المسؤوليه، وخلي العدو يعرف منيح الحقيقه. بترجاك نور هلا مش وقت عواطف. عن جد هالانسان عم يحكي ذهب، لانه لا هو ولا القضيه ولا نحن رح نستفيد شيء اذا كمشونا كلنا. مزبوط يا اما لا بيي؟ محمود رح يظهر معنا على الساحه. اكيد سمعتوا باللي صار امبارح. يلي نفذوا العمليه بعدهم بالضيعه. اذا حدا منكم شاف حدا غريب عن الضيعه يحكي. يعني ما شفتوا حدا. تعرفوا اذا حدا منكم خبى اي معلومه اعدام. اعدام رميا بالرصاص. مختار، طلع فيهم منيح. اذا في حدا غريب عن الضيعه اشر عليه. هودي كلهم رجال وشباب الضيعه، انا بعرفهم. مختار، طلع صف صف ووجه بوجه، والا انت المسؤول قدامنا. حاضر. يلا مختار. هيدا محمود ابن اخت المرحومه مرتي وخطيب بنتي نور، صاروا كم يوم عنا. شو مختار؟ مشي زكور، هالختيار تعب من الوقفه، معه جلطه باجره. بلا جلطه هلا وكمل. شو هالمفاجأة؟ شو النتيجة؟ المختار عم ينفذ اللي اتفقنا عليه. هودي كلهم ولاد الضيعة. متأكد أنت؟ أكيد. دققت فيهم واحد واحد؟ ولو زكور؟
ما في حدا غريب بيناتهم. شو قصتك؟ انا بعرفهم ابا عن جد. طيب احتمالا في شي قريب لحدا منهم هون جاي من ضيعه تانية واقف معهم؟ نهائيا. اكيد اكيد. انت. انا؟ ليش؟ لانه هيك. يلا ليه؟ قدامي. شو رئيس وديع، في شيء؟ لا ما في شيء. هذا البيت هيئته مهجور من مدة. يلا تحركوا. حاضر. حاسس انه شافني، بس ليش تركني؟ معقول يكون فخ؟ سؤال حلو ماما. ماما شو حل هيدا الخاتم؟ شو كنت تعطيني ولا وقفة من هلا؟ بكره بس تكبري رح اشتري لك احلى منها. هيدي علامتي لمبيك الله يرحمه. كل قطعة من هاي لها ذكرى عندي. يا ريت كنت بقدر ما بيهم. وان شاء الله بقدر ادفع حق الفان. ماما تشتغلي على الفان؟ ايه حبيبي، بدنا نعيش ماما. اكيد البابا لو كان طيب كان وافق. بدنا نبيع قهوة وشاي. انت كمان بدك تساعدني. وانت كمان. عملت لك عصير. شو هالوجع الراس هذا؟ من التعب. بدي ركض قهوة. تحمم واشربها مع بيك والجماعة. أي جماعة؟ بيي وخالي أبو عمر. مالي جديد حدا؟ من شاني بيك بده إياك. جهزت لك الحمام. أكيد رح يسألوكي. يسألوني عن شو؟
انت تعرفي شو؟ رح اقول لهم كانت احلى ليله بحياتي. شو بتقصدي بهالحكي؟ غسان تجرحيني. والله ما قصدت هيك. لكن شو الكذب؟ ما دام انا وياكي عارفين شو الحقيقه. ما حدا رح يعرفها غيرنا حبيبي. شو بتقصدي؟ قصدي انه هيدا سر بيني وبينك. معلوم. سر لا تزيديني فيه قدام كل الناس. لا ليك يا هيفا، مستعد اطلع هلا لكل الناس اللي برا، قل لهم انه انا ما طلعت رجال، واني مستعد طلقك فورا. شو عم بتقول غسان؟ مثل ما عم تسمعي هيفا. بفضل اقول الحقيقه انا بنفسي، ولا خلي الناس تتوشوش علي وانا قاطع بالضيعه. إلك قلب غسان. انت حب حياتي. انا راضيه لمجرد وجودي معك. بشوفك، بلمسك، بدبلك اغراضك، بشم ريحتك، بنترك وبشوفك. هيدي احاسيس هيفا، احاسيس رومانسيه، لكن الواقع غير هيك. سنة الحياة غير هيك. هيفا أنا فايت على الحمام اتحضن. غسان يسعد لي هالصباح. صباح الخير ماما. شو؟ وين العريس؟ عم يتحمم. ايه معلوم، حمام الهنا ان شاء الله. ان شاء الله ماما، ان شاء الله. تحت ضمير